بمكون سحري هيخلي البيتزا معاكي في حتة تانية خالص. بس كملي الفيديو معايا للآخر وما تنسيش الاشتراك والكومنت واللايك الحلو. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ في الوصفة. هنجيب طاسة ونحط فيها معلقتين زيت كبار، وأول ما تسخن هنحط فصين توم مفرومين، وأول ما يصفروا هنحط طماطمتين مبشورين وشلنا منهم القشر. هنقلبها كويس جدا وهنحط عليها معلقة صلصة زي ما انت شايفة، شوية روزماري، فلفل أسمر، ملح. قلبنا الوصفة كلها وهنرفعها من على النار ونسيبها تبرد على جنب. ما تنسيش الاشتراك واللايك والكومنت الجميل. هنركن الصلصة على جنب، وبعد كده هنجيب مكونات بتاعة البيتزا. هنجيب نص كوباية مية دافية، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار سكر. هنقلبهم كويس جدا ونسيبها على جنب لحد ما تختمر. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك وتصلي على النبي. تمام اهو، قلبنا الخليط وحطيناه على جنب يختمر. هنحطه على جنب. بعد كده هنجيب بولة، هنحط 4 كوبايات دقيق حبة كاملة. الحبة كاملة يا جماعة ما بيتنخلش، بحاله كده. هنجيب معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، شوية حبة البركة، شوية سمسم اللي عندك مفيش مش مشكلة. المكون السحري معانا هنا هنجيب معلقتين مايونيز او الباكو المايونيز الكبير. ما عندكيش مفيش مشكلة، بس فعلا بيخلي المكون والعجينة في حتة تانية خالص. حطينا العجينة على جنب تختمر لمدة ساعة. بصي بسم الله ما شاء الله، هشة وطرية وتحفة وجميلة جدا جدا. هتجيبي الطاسة اللي هتعملي فيها. انا ال4 كوبايات دول عملوا معايا 3 بيتزات حجم كبير بصراحة. هتجيبي الطاسة وهتديني رشة زيت، وهتروحي فردة العجينة بايدك كده. هي ايه، ما بتشدش معانا، هي اول ما بتفرديها هي بتثبت مكانها، لا بتروح ولا تيجي. هي الحبة الكاملة كده زي ما انت شايفه. هنجيب الصلصه بتاعتنا، هي حمرا بس هي الكاميرا خدعاها بصراحه. فدهنت البيتزا، وبعد كده هتخرمي العجينه عشان ما تنفش معانا. زي ما انت شايفه كده. هتجيبي الحشوه اللي عندك، اي حشوه، تونه، جبن، لانشون، بسطرمه، لحمه مفرومه، اي حاجه اي حاجه عندك متوفره تنفع للبيتزا. ما بتقولش لا. البيتزا دي فعلا فعلا طعمها خيال وتحفه جدا وخفيفه قوي قوي. حطيت الحشوات بتاعتي. عندك فلفل الوان حطي، اخضر حطي، ما عندكيش ما فيش مشكله، زيتون حطي. المكونات اللي عندك حطيها، ما بتقولش لا. هتحطيها في الفرن نص ساعه على الرف اللي في النص، درجه حراره 180. اول ما المكونات واول ما الحاجات الخلطه اللي فيها تستوى، هتحطي الموتزاريلا تاخد لون على الشوايه 5 دقايق وانتي واقفه. تحفه. تطلعيها تغطيها 5 دقايق بس، تبقى معاكي تحفه. عجينه طريه وسهله وهشه جدا وخفيفه، كانك بتاكلي هوا، كانك بتشربي ميه، تحسي ان انتي بتاكلي جعانه تاني. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.